يا مساء الفل. معاكم منى احمد ومكملين مع بعض مكاسب شركه ايكواي، واحنا ما زلنا في مكاسب الكود الشخصي، يعني المكاسب اللي هتاخديها على مبيعاتك الشخصيه وترويجك لمنتجات شركه ايكواي. زي ما قلنا احنا يوميا كلنا بنبيع منتج من غير ما نحس، بندل زمايلنا على دكتور كويس وعلى محل كويس وعلى سوبر ماركت كويس وعلى مطعم كويس بدون ما ناخد مقابل. دلوقتي احنا هنعرف الناس على منتج قيم جدا جدا وانا كمان استفاد واخد مقابل. تاني نوع من انواع المكاسب على الكود الشخصي هو مكسب الهدايا. الهدايا دي منتجات بتاخديها مجانا من الشركه، تقدري تستخدميها استخدام شخصي ليكي وتستخدميها في الدعايه وتحمي بيتك وصحتك من المنظفات. تقدري تبيعيها وترجع لك فلوس، او تقدري تهدي بيها اصحابك ومعارفك. قبل ما نشرح ازاي بنحسب مكسب الهدايا محتاجين نتعرف على مفهومين مهمين تاني. مفهوم النقطه، والنقطه في معظم المنتجات ب 40 جنيه. ومفهوم الجفت او وحده الهدايا في الشركه اسمها جفت، جي اف تي، والوحده الواحده ب 20 جنيه. يعني لو انا في رصيدي وحده هدايا واحده فانا اقدر اخد منتج ب 20 جنيه. في رصيدي 100 وحده هدايا اضرب 100 في 20 اخد هدايا ب 2000 جنيه، وهكذا. لما شرحنا مكسب الكاش باك كانت عندنا معادله واحده ثابته، لكن في الهدايا عندنا 3 مستويات. عندنا في الهدايا 3 مستويات، بتختاري انت في انه شريحه. شريحه ال 10%، شريحه ال 20% مكسب، وشريحه ال 40% هدايا مكسب. طيب امتى اخد شريحه ال 10%؟ لما اكون عامله 100 نقطه واكتر. يعني في الهدايا لو انا عامله اقل من 100 نقطه انا اصلا مش هاخد هدايا. الهدايا بتبدا معانا من 100 نقطه. من 100 نقطه لحد 199 نقطه انا بكون في شريحه ال 10%. لما بعمل 200 نقطه بنتقل ل 20%. لحد كام؟ لحد 499 نقطه. الشريحه الثانيه من 200 نقطه ل 499 نقطه. الشريحه الثالثه باخد 40% من مكاسبي، من مكسب مبيعاتي، اول ما بعمل من 500 نقطه واكثر. مثلا لما هتدخلي الشركه تقول لك مشرفتك لما تعملي 100 نقطه هتاخدي ب 200 جنيه هدايا من الشركه. لكن لما بتعملي 200 نقطه اوردرات ب 200 نقطه بتاخدي هدايا ب 800 جنيه. ولما بتعملي 500 نقطه بتاخدي هدايا ب 4000 جنيه، منتجات هديه من الشركه. يعني انا دلوقتي لو عامله 120 نقطه هاخد 10% ولا 20 ولا 40؟ 120 نقطه يبقى انا هنا. طب انا قدرت اعمل 240 نقطه يبقى انا بعد ال 200 في شريحه ال 20 نقطه. تمام. طب قدرت اعمل 600 نقطه يبقى انا هاخد 40% هنا. فده يعلمك حاجه كشريكه في ايكواي. مثلا انت عملتي 180 نقطه فانت قريبه جدا جدا على ال 200 نقطه، فتحاولي تزودي وتوصلي لل 200 عشان تاخدي 20%. بشوف ناس ممكن تبقى عامله 198 نقطه باقي لها نقطتين بس وتتحول ان هي بدل ما تاخد 200 جنيه تاخد 800 جنيه. طب ايه ده؟ نقطتين يعني 40 جنيه فرق، هيدوك 400 جنيه مكسب اضافي. يبقى انا بحاول اوصل للتارجت الاعلى دايما عشان اخد مكسب اكتر. نفس الشيء عامله مثلا 450 نقطه يبقى لا اجتهد عشان اوصل لهنا واخد نسبه ال 40%. تمام. احنا دلوقتي عاوزين نعرف ايه المعادله اللي بنحسب بيها مكسبنا من الهدايا في ايكواي. هندي هنا مثال. لو انا عامله مثلا 130 نقطه مش بنخصم حاجه، بيتحسبوا كاملين لان قلنا الهدايا ما دام عامله 100 نقطه هتاخدي هدايا 100 نقطه واكتر، ف 130 هيبقوا زي ما هم. انا دلوقتي في شريحه كام؟ ال 10%. اللي هيطلع اضربه في كام؟ اضربه في 20 عشان اعرف هو بكام جنيه. اكتبي كده معايا وقولي لي الناتج. 130 في 10% في 20 هتلاقيه طلع معاكي 1000 جنيه منتجات هديه من الشركه. ده غير الكاش باك اللي اخدناه من شويه، ده مكسب تاني من مكاسب شركه ايكواي. تمام. لو حد عامل نقول 600 نقطه او 650 نقطه، خلاص انا هنا بقيت في شريحه ال 40%. اكتر من 500 نقطه بضرب في 40%، واللي يطلع اضربه في قيمه الجي اف تي الواحد اللي هي 20 جنيه.
اضربي معايا وقولي لي الناتج. هتلاقي طلع معاكي 5200 جنيه تاخدي بيهم منتجات هدية من الشركة. كده احنا نكون خلصنا مكسب الكود الشخصي وبيعك للمنتجات بشكل شخصي سواء كاش باك او هدايا. تابعينا علشان تعرفي باقي مكاسب شركة ايكوي.